السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخ؟ حياك الله يا أبو صالح. نحييكم ونحيي هذا البرنامج، ونقول لكم حول الموضوع الذي يتكلمون عنه، هو استقالات الجنوبيين، وأن الجنوبيين يدعون بانفصال. ونحن نقول لكم أن الجنوب كانت دولة من قبل عام 1990. تمام. وتوحدوا معكم في عام 90، واحتلوها بالمدفع والدبابة في عام 1994، ودمروها كل الدمار، والعالم يشهد. من ثم نهبوا ثرواتها، قتلوا أبنائها، أنهوا التعليم، سرقوا الثقافة، هدموا كل جميل فيها، وبالعكس عمروا بها صنعاء. دخل القوات الحوثي في عام 2015 ورجعت عدن إلى قمامة، دمرت كل ما هو جميل في عدن. فأي وحدة تدعون بها، وأنتم غزيتوا الجنوب 3 مرات، أي وحدة تبغونها توحد معكم بها. مختلفين احنا وياكم في كل شيء، في الشكل، في اللون، في الدم، في الرائحة، في الملبس، في المأكل، في المشرب، أي وحدة تدعون بها. يا أبو صالح، وانتم ما تدخلون علينا إلا بالباروت، ما تكلمونا إلا بلغة الرصاص. ايش من وحدة بالله تدعون بها؟ يا أبو صالح، كفرتونا، قلتوا كفرة، أحل دماءهم وأموالهم، كفرتونا في 94، كفرتونا في عام 2015. أي بالله وحدة عادكم تتصدقون بها؟ ايش من وحدة تتكلموا بها؟ كيف تقدرون تتكلمون إذا ما تستحي تصنع ما شئت؟ كيف تتكلمون وإحنا جرحنا ينزف منذ 5 أو 36 أو 26 سنة، وإحنا ننزف من وراءكم؟ نعم أبو صالح، ايش من وحدة تدعون بها بعد اليوم؟ أبو صالح، اليوم أيوة. نتكلمش عن الوحدة، اليوم نتكلم عن الاستقالات في المجلس الجنوبي. المجلس الانتقالي مكون سياسي في الجنوب، ويمثل الجنوب ويمثل شعب الجنوب، ويتكلم بلغة الجنوب وبكلمة الجنوب. تمام. يتكلم باسم القوي والضعيف والكبير والصغير والسياسي والمهندس والطبيب والوزير، يتكلم باسم الجنوب كامل. نعم. ليش حدثت الاستقالات هذه؟ لماذا الاستقالات الجماعية في هذا المجلس الذي هذا آراء كل إنسان له رأيه، كل إنسان له رأيه. مثل ما تكون عندكم استقالات تقدمونها من حزب الأصلاح، ما يكون استقالات من أنصار الله، هذا آراء، كل إنسان له حريته، كل إنسان له رأيه، كل إنسان له توجهه السياسي. تمام. أما بالنسبة لصلب الموضوع التي هي الوحدة التي يزعمون بها، الوحدة انتهت. الوحدة يا أبو صالح، الاستقالات أو المستقيلين قالوا لما استقالوا إنه بسبب الفساد وبسبب المحسوبية وبسبب المعاملة الغير عادلة مع أعضاء المجلس الانتقالي، بسبب إنه هناك فساد مالي وإداري، بسبب إنه لم تتحقق من الهدف الذي أنشئ من أجله، واللي هو الانفصال اللي بتتكلم عليه، لم يتحقق شيء حتى اللحظة. أكيد، ولكن الفساد موجود، الكمال لله سبحانه وتعالى. الفساد الذي في عدن ليس أكبر من الفساد الذي في صنعاء، الفساد الذي في عدن ليس أكبر من الفساد الذي في مارب. وأكد لكم كل التأكيد أننا ما تعلمنا الفساد الإداري والفساد الأخلاقي إلا من بعد عام 1990، ولا كنا دولة أهل نظام وأهل قانون، ولا تعلمنا ولا تعرفنا على هذا الفساد الإداري أو الفساد الأخلاقي إلا من بعد وحدتكم هذا المباركة التي لا عادها الله ولا جبرها الله. علمتونا كل شيء. يعني فبقى معانا بالمجلس الانتقالي وغيره، معانا طلاب من طلاب صنعاء، من الذين درسوا في صنعاء، تمام، لا زالوا يمارسون شغلة الفساد. نعم. رئيس المجلس الانتقالي في شبوة أو رئيس الفرع استقال يعني؟ أبدا، هذا كلها إشاعات ودعايات عبر التواصل الاجتماعي. ولا زال رئيس المجلس الانتقالي الشيخ علي محسن سليماني يواصل عمله في المجلس الانتقالي وبكل قوة، وكل يوم يعقد اجتماعات مع مشايخ شبوة في كل مكان. فهذا كلها إشاعات تصحى أهل الطابور الخامس. طيب ما يخص والمجلس الانتقالي إن شاء الله سائر إلى الأمام، وإن شاء الله أنه يستعيد لنا الدولة، ونكون دولتين متجاورتين، وبين العلاقات سواء الدبلوماسية أو العلاقات التجارية أو العلاقات الأخوية مترابطة، بدل ما نكون وحدة واحدة وننهي النسيج الاجتماعي. أنتم بدأتوا بالوحدة، نهيتوا النسيج الاجتماعي ما بين الشمال والجنوب. بعيدا عن الوحدة، يعني أصلا هي الوحدة هي أساس الموضوع. طيب. الوحدة هي أساس الموضوع اللي تدور عليها أعينكم، هي أساس الموضوع. مش مشكلتنا الوحدة الآن. العيدروس